إن الأمة العربية لم تعد في حاجة إلى أن تثبت حقيقة الوحدة بين شعوبها. لقد تجاوزت الوحدة هذه المرحلة وأصبحت حقيقة الوجود العربي ذاته. يكفي أن الأمة العربية تملك وحدة اللغة التي تصنع وحدة الفكر والعقل، ويكفي أن الأمة العربية تملك وحدة التاريخ التي تصنع وحدة الضمير والوجدان، ويكفي أن الأمة العربية تملك وحدة الأمل التي تصنع وحدة المستقبل والمصير. وكأني أسمع قرع نعلك وأرى تعابير وجهك وألمس مجدك وألملم الأوراق فالكلمات فتألمت. أبا خالد يا كل الحكايات ولا يليق على مثلك النحيب، فهل قدر الأقمار المغيب؟ هل قدرنا أن نبقى شتات؟ أبا خالد ماذا سأقول حين تسألني عنك الشرفات؟ ناصر مات، ماذا سأقول للملايين، للزوايا، لفلسطين؟ هل رحلت؟ ماذا سأقول لجرح أرقه الحنين، وحشود الميادين، وأحوازنا وشامنا وأقصانا والبساتين؟ ناصر مات. هل ترجلت؟ هل طواك الرحيل؟ لماذا يا كل الأرض تعجلت؟ كيف تتركنا والطريق طويل؟ لماذا يا كل الأرض تعجلت؟ كيف تتركنا والطريق طويل والمصابيح تميل؟ ليتك أخذت العروبة حين رحلت. أبا خالد يا من تنحني لك الأشعار، بربي لن تصبح تذكار، فمثلك لا يموت أبدا، لست لوحة على جدار، لأنه سينهد إذا تمايلت. أبا خالد والعرب صاروا جثثا ودماء، قد زاد علينا البلاء. فلسطين أصبحت العروبة ذنبها، والأحواز تريدك تجلس جنبها. فهل تساءلت عن سوريا يا حبيبها؟ عاثوا بها الفرس وزاد نحيبها، بقتل وتشريد وأحقاد. هل رأيت بغداد؟ جرحوها الأوغاد، ونحروا العروبة فيها من وريدها، وجموعنا آحاد. أبا خالد والليل أعتم علينا ظلامه، أبا خالد والغدر أتعبنا سهامه، فإلى أين المسير؟ هل لا تكلمت؟ إلى أين المسير؟ هل لا تكلمت؟